هو الشحن السريع له سايد افكت على العربيه؟ له سايد افكت على العربيه. طيب عشان تحافظ على القصه دي تعمل ايه؟ ما ينفعش تشحن شحن سريع والعربيه تقعد. حبيبي والله ده انت اللي حبيبي، ده انت اللي تستاهل كل خير. ما ينفعش تشحن شحن سريع والعربيه ايه؟ تركن. هتشحن شحن سريع يبقى انت هتشحن العربيه وتتحرك بالعربيه، تاخد لفه كده وتركنها. انما ما ينفعش تشحن شحن سريع وتركن، ده هيأثر على بطاريه العربيه وهيأثر على العمر الافتراضي للبطاريه. ركز معايا يا ابو الصحاب، ركز معايا، تمام؟ وهيأثر على العمر الافتراضي للبطاريه. انما الشحن البطيء اشحن بقى زي ما انت عاوز، تشحن بقى 6 ساعات، تشحن 8 ساعات، زي ما انت عاوز اشحن في الشحن الايه؟ البطيء. السريع لا. طب هي موفره؟ موفره، وموفره جدا. يعني هي موفره جدا. يعني انا هقول لكم على حاجه. انا النهارده انا كنت واخد اجازه من الشغل ولسه نازل النهارده، فطبعا اتحركت بالبنزين. بقى لي فتره عربيه بنزين ما بحركهاش فاتحركت بيه. فالمهم بتحط بنزين، يعني انا حاطط بنزين النهارده بحوالي 600 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ال 600 جنيه دول انا مستخدم التانيه بقالي شهرين ونص كهرباء، ما دفعتش 600 جنيه في شحن الكهرباء. احسبها انت بقى. فانت في العربيه البنزين تفويله واحده بمقام 3 شهور استخدام لعربيه كهرباء رايح جاي بقى، ما بين الشيخ زايد وما بين فرع مصر اسماعيليه وما بين فرع مصر الجديده وما بين الرحاب وما بين التجمع، لف 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 كده، كل ده بالعربيه الكهرباء. ما استغرقتش ال 600 جنيه. انما انت بسم الله الرحمن الرحيم في البنزين اول استفتاح كده على الصبح تفول ب 600 جنيه. طب هي دلوقتي مفوله، هنشوف بقى مشاوير النهارده وهنروح بقى الحفله بتاعت دوله الكويت وبتاع والكلام ده كله ونرجع، هنشوف هيتبقى منها قد ايه. تحركاتنا النهارده كلها تبقى بالعربيه البنزين، علشان انا مصمم ان انا لازم اوريكم الديفرنس ما بين العربيه البنزين او الكومباريزون ما بين العربيه البنزين والعربيه الايه؟ الكهرباء، عشان انتوا تقدروا تميزوا ما بين دي وما بين دي. وفي الاول وفي الاخر هو القرار بيرجع انت ليك انت، لان كل واحد واستخدامه وكل واحد ودماغه وكل واحد هو بيفكر في ايه وبيدور على ايه. هل العربيه الكهرباء تبقى مناسبه ليه ولا هل العربيه البنزين هتبقى مناسبه ليه؟ فالكلام ده كله انا بشرح لكم على ارض الواقع ايه اللي ممكن انت تشوفه وممكن اللي انت تستشفه من